السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مبروك عواشركم ورمضان مبارك سعيد، لا يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والهنا إن شاء الله كل ما تمنيتوا. وهنا كيف ما كتلاحظوا فأنا غنوجد معكم الشباكية، واخا جيت شوية معطلة ولكن شباكية رائعة كتجي من السماء وكتجي شيشة ومعلكة. وبالنسبة للناس اللي باقيين ما داروا الشباكية فغير جربوها ما غتندموش عليها كيف ما كتلاحظوا. وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، وما تنسونيش بلي لايك وتبارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم. وهنا ندوزو المقادير وطريقه التحضير. السلام عليكم ورحمه الله. كنتمنى تكونوا باحسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم غنحضر معكم الشباكيه اللي كنحتاجوا فيها 500 غرام ديال الدقيق، نصف كاس ديال الجنجلان، انا هنا غير حيت طحنته مع الدقيق عليها عطاني كاس، نصف كاس ديال اللوز كيف ما كتلاحظوا مقلي، نصف كأس من ماء الزهر، معلقة بين نافع وحبة الحلاوة، كأس عامر، نص ديال زيت الزيتون ونص ديال الزبدة نوعية جيدة. وهنا عندي الماء، غنزيد الماء حسب الخليط، غنقول لكم شحال غنحتاج. هنا عندي معلقة ديال القرفة، وعندي الخرقوم، جربته كيجي زوين بزاف عليها، بقيت كندير الخرقوم، كنت كندير حتى الزعفران الحور. المهم الا ما عندكمش الزعفران الحور ديروا الخرقوم حتى هو زوين. ملعقه صغيره ديال الخماره ديال الحلويات، وغنحتاجوا نصف ملعقه غير راس ديال المعلقه ديال الخماره ديال الحلوه ديال العجينه، انا كنستعمل هاد النوعيه هادي. دابا غنخلطوا النواشف وغندوزو. عندي هنايا الدقيق كيف ما كتلاحظوا، غنزيد عليه سميتو الجنجلان، خاص كاع هادشي تغربلوه مزيان. انا غنجيب نغربلو وغنرجع معكم. وهنا من بعد ما غربلنا الجنجلان فها هو كاينه فيه شويه بعض الحبيبات كيف ما كتلاحظوا، وهادو فكنت ديجا مغربلاهم من قبل، النافع وحبه الحلاوه، فمقدار ملعقه كبيره، ندير ملعقه وجوج يعني ملعقه كبيره. وهنا عندي اللوز اللي حتى هو مطحون جيدا، ما يحتاجش نغربلو. وغنزيد القرفه حتى هي، وغنزيد الخرقوم البلدي، وغنزيد ملعقه صغيره، كنديروا غير 4 غرام. هنايا اللي كنديروا كيلو كنديروا 8 غرام. ندير مقدار ملعقه صغيره، وغنزيد خماره ديال الحلوه، خماره ديال العجينه، فغندير غير هكا كميه غير صغيره هكا، غنديرها في الماء خليها تذوب مزيان صافي. انا غنخلط النواشف مزيان، نديرهم طحنهم ونرجع معكم. وهنا من بعد ما خلطنا النواشف فكنرجعوا نضيفوا السوائل، غنزيدوا الزبده اللي طحناها مزيان، وغنزيدوا ماء الزهر نص كاس، وغنزيدوا حتى هذا نبقاو نضيفوا شويه بشويه حتى تخلط لينا العجينه. فانا غنديرها في العجانه وغنبقى نزيد الماء شويه بشويه. غنقول لكم شحال خدات ليا ديال الماء في الاخر كيف ما كتلاحظوا، فغير مع هاد الزبده وهذا الشيء كله فهي تقريبا ما غتاخذش لينا كميه كبيره ديال الماء، فهي كتشرب غير مع هاد ماء الزهر وهذا الشيء كله. غنضيفوا ليها غير كميه صغيره، ما غنضيفوش ليها كميه كبيره. المهم غنعجنها في العجانه ونرجع معكم. وهنا من بعد ما عجناها في العجانه فهي ما كتحتاج يعني نعجنوها بزاف كيف ما تلاحظوا معايا القوام ديالها كيفاش كيجي، فكتجي شويه قاصحه ما كتجيش شي رطبه. وبالنسبه للماء فاستعملت هادشي اللي شاط ليا من كاس الا ربع اللي استعملت، يعني تقريبا نص كاس اللي احتاجت العجينه. هنايا غنقسمها كويرات بهذه الطريقه هذه، وغنسرحهم ونديرهم في واحد الصاك كيف ما غتلاحظوا معايا. واخا الفيديو جا شويه معطل صراحه ما كنتش باغا نحطها لكم، غير بعض الاخوات قالوا لي حطي لنا الطريقه
عجباتهم فحطيتها لكم. كنقرصها بهذه الطريقه هذه وكنطويها وكنديرها في البلاستيكه بهذه الطريقه هذه، فهي كتجي رطبه وكتساعدنا، والنيت كتجي مورقه كيف ما تلاحظوا. دابا غنبدا نسرحها. كندير بين النمره 4 والنمره 5 حيت كل ماكينه وكيفاش. انا الا درت النمره 7 كتجيني النمره كبيره، يعني كتجي قليضه. ما بين حتى كنقص 3 4 عاد كتجي شويه رقيقه. النمره 3 كتجي رقيقه بزاف. جاتني النمره 4 هي هذيك كيف ما تلاحظوا معايا. هنا فكنت كنشرح لكم على النمره 4 كنبسطها شويه هكا بدلاك وكنكمل بالماكينه وهكا كتجينا ساهله وما كنحسوش بها. نيت فانا هنايا درت غير نص كيلو فجاتني ساهله دغيا. ساليتها بديتها مع 9، ساليتها مع 10:30 كنت ساليتها مع داك التشباك وكل شيء. خليتها كتنشف حتى لديك 11 ونص هكاك عاد بديت كنطيب. 11 ونص عاد بديت نطيبها. هنا فكيف ما كتلاحظوا كنرشها شويه بالدقيق باش ما تلصقش ليا مع ديك الجراره. فحتى هاد الجراره هذه كتعاوننا باش يجي الحجم بحال ما تجيش وحده صغيره وحده كبيره. انا شي مرات ملي ما كنكليكيش عليها بزاف ضروري ما كنعاود ليها بديك القطاعه. هنا كيف ما كتلاحظوا فكناخذ وحده وكنخلي وحده، من بعد كنلصق دوك الجنيبات وكنخرجهم بهذه الطريقه هذه. كتجي ساهله التشباك ديالها. زربت الفيديو باش ما يجيكمش الفيديو طويل. هنا غنشبك معكم غير جوج باش تشوفوا الطريقه، ومن بعد كيف ما كتلاحظوا فالطريقه واضحه في الفيديو. هذا هو التشباك وهذه هي الكميه اللي خرجت ليا كيف ما كتلاحظوا. فبنص كيلو تبارك الله خرجت ليا كميه كبيره. مع كنزيدوا مع هذاك نص كاس ديال الجنجلان ونص كاس ديال اللوز دوك النواشف كاملين كتخرج نسبه كبيره. هنا درت الزيت كتسخن وجدت الشبيكه فاش غنديرها تستقطر، وجدت العسل وجدت الجنجلان باش غادي نرشها. يعني كلشي كاين على سطح العمل. انا صافي بديت كنديرها باش تقلي. فهذه هي كنعمرها في واحد الصينيه باش تجيني ساهله حدايا. كنبقى نقلي كل ما يعني ساليت الكميه كنزيد في ديك الصينيه. انا ملي كتحمر من التحت شويه كنقلبها. الاحسن نخليوها حتى تحمر مزيان عاد تقلبوها. هنا فمن بعد ما تحمرات مزيان صافي كنحيدها كيف ما كتلاحظوا. حيت درت لكم غير لقطات باش ما يجيش الفيديو طويل كيف ما قلت لكم. كان جات فيه 16 دقيقه فزربته شويه. كنديرها في العسل من بعد كنحيدها من العسل. المهم كلشي غتشوفوه في الفيديو. مع هاد المقله كبيره فدغيا كنسالي كندير غير 3 4 د المقلات صافي كنسالي. يعني كتعاوننا حتى المقله الا كانت كبيره فما كنحسوش بها دغيا كنساليو. وانا بالنسبه للعسل فانا استعملت هاد النوعيه هذه نوعيه جيده. العسل كنحيد وحده حتى كنسالي وكنرشها بالجنجلان. كيف ما كتلاحظوا فهي كتحافظ على سميتو على التشباك ديالها وكلشي كتبقى هي ويا راه كتجي هشيشه. ما خاصكمش يعني ملي ديروها في العسل تكليكيو عليها ولا شي حاجه فدغيا كتفرتت. الا قلتوها بملعقه ولا شي حاجه خاص غير بشويه يعني. فانا استمريت بنفس الطريقه كنحيدها من العسل وكنرش عليها الجنجلان حتى كملتها كامله. هي كتجينا شاربه العسل
وكتجينا معلكه كيف ما لاحظتوا في بدايه الفيديو وحتى في النهايه. ما تنسونيش بلي لايك وتبارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم. انا من بعد ما ساليت فهذه هي الكميه اللي خرجت ليا ما شاء الله. كما كتلاحظوا فكتجي مورقه وكتجي هشيشه والمذاق ديالها كيجي رائع، كتجي من السما. وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، وما تنسونيش بلي لايك وتبارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم، واللي مازال ما تابوناش يتابونا معنا في القناه. غنحل معكم وحده وتشوفوا كيفاش كتجي. كيف ما كتلاحظوا فكتجي هشيشه. ودمتم في رعاية الله وحفظه. إلى فيديو قادم إن شاء الله، ورمضان مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بخير.